10 أسماء بنات أصلها من الجنة وقليل من المسلمين يعلمونها. ستتمنى لو أنك سمعت بها قبل أن تسمي ابنتك. 10 أسماء للبنات ذات معان رائعة الجمال وأصلها من الجنة مع الأدلة. يحتار كثيرا الزوجان والأقارب والأهل عندما يرزق أحدهم بمولود جديد في تسميته باسم جديد ومميز، خاصة وإن كانت المولودة هي أنثى، فيحبب إلى والديها بتسميتها باسم مميز وله رونق خاص بها وبقدومها كهدية وعطية من الله عز وجل. وقد أمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بحسن اختيار أسماء الأولاد، وذلك لأنه سوف ينادى بها يوم القيامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. ولهذا نقدم لكم من خلال هذا الفيديو سردا لعدد مختار من أسماء البنات النادرة والجميلة والمميزة كي يتسنى لكم الاختيار منها. سدرة. يعتبر سدرة أو سدرة اسم علم عربي مؤنث ومعناه شجرة النب أو ورق الشجرة وجمعها سدر، ويوجد منها نوعين، الأول نوع له شوك والثاني ليس فيه شوك. قيل إن شجرة السدرة موجودة في السماء السابعة وتجتمع عندها الملائكة ولا تتعداها، أو هي شجرة نبق موجودة على يمين العرش. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ومن بلغ سدرة المنتهى بلغ أقصى غاية، وهي الشجرة التي تنتهي إليها علوم الخلائق. سندس. اسم علم مؤنث فارسي، وهو ضرب من الثياب الخضر من القز، وهو رقيق الديباج المتخذ من شعر المرعزاء. قال تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. كوثر. اسم علم مؤنث عربي على وزن فوعل، معناه الكثير من الخير والمال، أصله كثير لكنهم سموا به على اسم نهر في الجنة، كما ورد في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وفسروه بأنه اسم نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. أفنان. اسم أفنان من الأسماء العربية المنتشرة في الآونة الأخيرة بين الفتيات العربيات المسلمات، وكثيرا ما يترك هذا الاسم انطباعا متفردا عند سماعه. وأفنان في معناه هو اسم علم مؤنث عربي، والأفنان هي الفروع والأغصان، ومفردها فنن، وورد ذكر الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: ذواتا أفنان. والأفنان اسم يوحي بالرفعة والسمو، والأفنان مصدر للخير لأنه يعطي الخير من الثمر والبهاء والجمال. سلسبيل، وهو اسم عين في الجنة أو وصف لكل عين عذبة سريعة الجريان. قال تعالى: عينا فيها تسمى سلسبيلا. تسنيم. اسم علم مؤنث عربي ورد ذكره في القرآن الكريم. قال تعالى: ومزاجه من تسنيم، وهو اسم عين ماء في الجنة ويشرب منها صرفا المقربون من عباده، ولعلها أرفع شراب في الجنة. جنى. اسم علم مؤنث عربي، وقد مالوا إلى التسمية به جمعا على عادتهم وابتعادا عن قدسية المفرد منه. والجنة هي البستان في الأصل، ثم أخذت طابعا دينيا حين وردت في القرآن كثيرا مفردا وجمعا دلالة على مقام الخير والصلاح، ويقابلها جهنم، لكنهم سموا بناتهم به للجمال ولما تحويه الجنات عن طبيعة زاهية الألوان. ومنه قوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. جنان. اسم علم مؤنث عربي وجمع آخر للجنة، وسميت جنة لأنها تغطى بالأشجار الكثيفة الدغلة، من الفعل جنة أي استتر. لولو.
لولو اسم عربي مبسط من لؤلؤة، واللؤلؤات هي الدرة البحرية الثمينة، وهي عبارة عن حبات يتم استخراجها من صدفات المحار، وهي أغلى الحلي على الإطلاق، وتستخدم في التزيين وصنع حلي المرأة، ويوجد لها عدة ألوان جذابة وعلى رأسها الأبيض. ولقد ذكر اسم اللؤلؤة بدون التاء المربوطة في القرآن الكريم، قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وأيضا قوله تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور. معنى اسم حور هو الفتاة البيضاء وفي عيونها سواد شديد، والأصح الفتاة التي في عيونها مساحة بيضاء ويتوسطها عدسة شديدة السواد، وهي من صفات الجمال. وحور يعني البياض والنعومة. جاء ذكر اسم حور في القرآن الكريم في عدة آيات، من بينها قوله تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.